السلام عليكم. كنتمنى انني نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد نقدم لكم فيه اللحم بالمشماش بطريقه مختلفه على الطرق اللي قدمتهم معكم من قبل. كنتمنى ان وصفات اليوم تكون نالت اعجابكم واستحسانكم. تابعوا الفيديو الى الاخير وندوزو للمقادير اللي غنحتاجو فيهم. 3 كيلو ديال اللحم يكون من الكتف، انا استعملت الكتف البقري بطبيعة الحال، موالفة يعني في الطرق الأخرى استعملت معكم الغنمي، غنستعمل معكم اليوم البقري. كذلك غنحتاج العسل اللي يكون نوعية جيدة، ما يكونش فيه نهائيا المذاق مجهد، بصلة وحدة تكون كبيرة، كذلك كأس إلا ربع من الزيت المائدة، 2 لتر من الماء. غنحتاج كذلك بالنسبة للتوابل ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا من الفلفل الأحمر، نصف ملعقة من الإبزار صغيرة، القليل من الزعفران الحر، هنا استعملت غير بعض الشعيرات قلال، كذلك نصف ملعقة صغيرة من القرفة، 2 ديال الأعواد صغيرة من القرفة كتعطي واحد النسمة زوينة للعواد ديال القرفة. كذلك غنحتاج ملعقة صغيرة ممسوحة من الخرقوم البلدي، 3 ديال الباديان، ملعقة صغيرة ممسوحة من الزنجبيل، نصف ملعقة من القزبور يابس، كذلك رأس ملعقة من عطرية ديال اللحم اللي هي تنقولوا لها تقريبا راس الحانوت، او المهم عطرية اللحم تيكون فيها الهيل، وكذلك تيكون فيها هذا القرفة، كتكون فيها كذلك جوزة الطيب اللي هي الكوزة. يعني كيكون بزاف ديال الاعشاب اللي كيعطيو واحد المذاق رائع في اللحم. اهم حاجه انكم تمشيو عند العطار وكتاخذوا نوعيه زوينه ديال هاد العطريه هادي باش تعطيكم واحد المذاق مميز في اللحم. هنا غناخذ البصله ديالي غنقطعها شرائح، يعني على هكا مربعات صغيره، كتجي على هاد الطريقه. كنقرض البصله كامله، كي قلت لكم البصله ضروري تكون كبيره شويه باش يلا تكفي 3 كيلو اللحم. الا استعملتو كيلو ونص او 2 كيلو فغتستعملوا بصله متوسطه، اما الا استعملتو غير كيلو غتستعملوا بصله تكون صغيره باش البصله ما تجيكمش كثيره في الطبق ديالكم. ثم غنوضع العطريه ديال اللحم مباشره على البصله، من بعد ما غنسرح او نفرش البصله ديالي في الطنجره. ثم غناخذ الطرفه ديال اللحم نحطهم، وبالنسبه للطروفه اللي كبار ديال اللحم فغنقرضهم على 2 او نقسمهم على 2 باش كل طرف ديال اللحم يدخل فيه العطريه مزيان وتشرب لينا بالمذاقات ديال هاد العطريه هادي. بالنسبه لزيت المائده والعسل ما غنستعملهمش نهائيا دابا، من بعد غنوريكم امتى غنستعملهم. من بعدها غنضيف 2 لتر ديال الماء، غنضيف اللتر الاول ثم غنضيف اللتر الثاني باش يعني ما غاديش نكتفي من الماء حتى نغطي داك اللحم تماما بالماء، حيت انا عندي هنا غنخدم بالطنجره. اما الا كنتو بتخدموا بالكوكوط فراه غير ما توصلوش نهائيا اللحم باش يطيب لكم مزيان، وفي نفس الوقت ما يكونش عندكم مرقه بزاف. انا غنحرك الطنجره مزيان حتى دوك التوابل كاملين كيتخلطوا مع بعضياتهم، ثم غنحطها فوق النار حتى تتغلي مزيان وكيدخلها الطياب. عاد كنضيف الزيت المائده اللي هما كأس الا ربع، تقريبا 3 ديال المغرفات صغار. هاد القضيه هادي الدور ديالها هو ان اللحم كيشرب لينا بالعطريه، يعني كيجي المذاق ديالو معطر مزيان، بحال الا شديناه ودرنا فيه التوابل في البدايه وخليناه يتشرب دوك العطريه في البدايه قبل ما يطيب، يعني بحال هاد الطريقه كتغنيكم انكم كتستافدوا اول حاجه من الوقت، يعني ما كتبقاوش تسناو على اللحم 3 سوايع 4 هو كيتشرب العطريه، وفي نفس الوقت دغيا كيطيب لكم او دغيا كيتشرب ديك العطريه وكيجي رائع. المهم هنا من بعد ما رجعناه فوق النار حتى طاب لينا مزيان، يعني بعد ما ضفنا الزيت ورجعناه للنار طاب مزيان ودخلوا الطياب مزيان وطابت اللحمه، غادي نضيف 4 الملاعق كبيره ديال العسل، ثم من بعدها غنعاود نرجعو فوق النار حتى يختار لينا مزيان المريقه كي لاحظتوا. هنا بالنسبه للمشماش غناخذ 350 غرام ديال المشماش، غنضيف ليها 2 ديال الباديان وكذلك اعواد القرفه
من الاحسن ديروا اعواد القرفه وما ديروش القرفه غبره باش ما كتبدلش لكم اللون ديال هذا المشماش، كتخلي لونه زوين. ثم غنستعمل 5 ملاعق كبيره ممتلئه مزيان من السكر او يعني سنيده. اللي يستعمل يعني دوك الطوبات غيستعمل 3 ديال الطوبات. هنا بعد ما طاب لنا مزيان المشماش ودخل فيه الطياب، ردوا معاه البال لا يطبق لكم ويتشتت. غير يبان لكم دخلوا الطياب غتاخذوا واحد يعني مقله تكون مزيانه مغسوله نقيه، غتوضعوا فيها داك المشماش من بعد ما طاب لكم مزيان. عاد غادي نعسلوه في داك المانيت اللي طاب فيه. ثم بعد ما غيطيب من يعني غيتعسل من الجهه التحتانيه غنعاود نقلبو على الجهه الاخرى وغنعاود نرجعو فوق نار مهيله حتى يعاود يطيب من الجهه الاخرى او يتعسل من الجهه الاخرى. كتلاحظوا هنا راه تعسل ليا، خدا واحد اللون زوين حتى في يعني في الشكل ديالو كيجي زوين، ما كيجيش يعني كيجي لونو مشماشي ماشي لونو يعني مغموق بالقرفه. ثم هنا غناخذ الماء طايب غليان مزيان وغنوضع فيه يعني واحد شويه ديال اللوز، ثم غادي نخليه حتى يبدا يتفسخ ليا اللوز بهذه الطريقه. بمجرد ما يبان لكم تفسخ اللوز غتنقيوه كامله، توضعوه في شي شبكه وتغسلوه مزيان بالماء نقي، ثم غادي تمسحوه مزيان وتخليوه يتسقطر. بعد ما يتمسح مزيان وتسقطر من الماء ديالو غادي توضعوه في شي كاسرون، غتوضعوا عليه زيت بارده يعني زيت نباتيه بارده باش يتقلى فيها. غتحطوه فوق النار على نار مهيله حتى يتقلى لكم مزيان. الا جهدتو العافيه راه غيتقلى غير من الفوق ومن الداخل ما غيتقلاش مزيان. اما الا نقصتو العافيه او النار فراه غادي يطيب لكم مزيان من جميع الجهات. هنا اللحمه ديالي كتلاحظوا من بعد ما طابت راه كتجي طايبه مزيان، كتبان محمره بداك العسل اللي درنا فيها. راه ما دخلتها لا الفران لتا حاجه، بمجرد انني طيبتها غير في يعني في الطنجره وراه خدات واحد اللون اللي زوين بحال دخلتها الفران وحمرت اللحمه. كذلك المرقه كتجي خاتره وزوينه بزاف والجيده. اهم حاجه داك الباديان كيعطي واحد المذاق رائع مع القرفه وكذلك مع العطريه اللحم. بالنسبه للمشماش تا هو اللون ديالو بقى زوين وجا ذهبي. كيجي حقا الوصفه رائعه غادي تعجبكم بزاف الا ان شاء الله تبعتوها. هنا غناخذ القرقاع غنوضعوه في العصاره ديال المشماش، يعني في هذيك التعسيله اللي طاب فيها او تعسل فيها المشماش. كتلاحظوا باش ياخذ لينا واحد تا هو واحد اللون زويون. هنا من بعد ما داز مزيان وتاوى يعني ولا داك اللون الذهبي فيه غنزين به بهذه الطريقه، نحطو فوق المشماشات. ثم اللوز ديالي من بعد ما تقلى غادي ناخذو تا هو ونوضعوه بشكل عشوائي. راه الشكل العشوائي كيجي رائع في التزيين. كنتمنى ان وصفات اليوم تكون نالت اعجابكم واستحسانكم. شكرا بزاف على المشاهده، ما تنسونيش من لي لايك وتعاليقكم الزوينه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع السلامه.